تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معكم نانسي شعبان من بي ار في تيم خطوة. ان شاء الله معانا النهاردة سيشن رقم 9 في سلسلة خطوة في مجال، وان شاء الله معنا استاذ احمد احمد عباس. تمام، ممكن تعرفنا بنفسك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أستاذ أحمد عباس، مدرس مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية. أعمل حاليا مدرس في معهد الوفاء الأزهري الخاص في حلوان. سني 34 سنة. خبرة حوالي 10 سنين في دراسة مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية. تمام. من وجهة نظر حضرتك ايه افضل طريقة لفهم المصطلحات الفيزيائية المعقدة للطلاب؟ هو مبدئيا يعني ان شاء الله مش عايزين نقول ان الفيزياء معقده او فيها حاجات معقده، لسبب بسيط ان اي حاجه بتتفهم او اتفهمت والانسان فهمها بتبقى حاجه سهله، حتى لو هي في طبيعتها حاجه صعبه. يعني عايز اقول مثلا ان في عندنا ظواهر في ماده الفيزياء ممكن من اسمها كده يقال عنها ظواهر فيزيائيه معقده وما بتتفهمش وصعب فهمها، وده ممكن يكون حقيقي فعلا، لكن الانسان لما بيحاول وبيفهمها كويس خلاص ما بتبقاش معقده ابدا، وبتبقى حاجه سهله وبسيطه ما دام بتفهم كويس. الحقيقه انا حابب في البدايه الاول اصلا، عشان لو في طالب مثلا جديد في علم الفيزياء او ما عرفش او ما درسش فيزياء قبل كده، فعايزين بس في البدايه نعرف هو يعني ايه علم الفيزياء، او ايه هي المواضيع او الظواهر اللي علم الفيزياء بيهتم بدراستها. فحابب اقول في البدايه ان الفيزياء ماده ليها اقسام متعدده وبتتكلم في حاجات كتير مش في موضوع معين، وده يمكن يختلف عن العلوم الاخرى. يعني مثلا العلم بتاع الاحياء، علم الاحياء مثلا الناس كلها ممكن عارفه عنه ان هو متخصص في دراسه جسم الانسان او عموما الكائنات الحيه والتكوين بتاعها والعمليات اللي بتحصل جوه الكائنات دي ممكن حاجه سبيسيفيك شويه او حاجه محدده. لكن لو جينا رحنا لعلم الفيزياء لا، هنلاقيه بيتكلم عن حاجات كتير، لذلك في كذا تعريف لعلم الفيزياء مش تعريف واحد. يعني مثلا لو قلنا تعريف من التعريفات بنقول في التعريف هو العلم الذي يهتم بدراسه الظواهر الطبيعيه وتفسيرها واستنتاج القوانين اللي بتقوم بتفسير هذه الظواهر. طب نوضح الكلام مثلا اللي بيدرس علم الفيزياء ايه اللي بيدرسه فيه بالظبط؟ دايما علم الفيزياء مرتبط بالفضول اللي عند الناس. يعني لو انت مثلا من الناس اللي وهي قاعده بتبص حواليها وبتقعد تسال اسئله وعايزه تدور على اجاباتها او عايزه تعرف اجاباتها، فغالبا بتلاقي علم الفيزياء هو المسؤول عن الاجابه عن الاسئله اللي من النوع يعني مثلا لو ضربنا مثال، لو واحد مثلا حابب يقيس المسافه اللي بين الارض والشمس مثلا، مسافه زي علم الفيزياء يجاوبك عليه. او المسافه مثلا برضو بين الارض والقمر، حاجه زي كده. مثلا واحد عايز يعرف هي الشمس كظاهره طبعا طبيعيه مهمه جدا في حياتنا بتتكون من ايه؟ يعني ايه المكونات اللي او ايه الحاجات اللي بتتكون منها الشمس؟ فتلاقي علم الفيزياء يجاوبك على سؤال زي ده. لو قلنا مثلا برضو طبيعه الاشعاعات اللي طالعه من الشمس وتوصل لينا، يعني مثلا كلنا لو سالنا اي حد انت اللي بيظهر لك او اللي بتحس بيه من الشمس، هيقول مثلا والله انا بحس بحراره سخونه، طبعا ده شيء طبيعي، وايضا الضوء اللي بيجي لنا من الشمس. بس طبعا مش دي كل الاشعاعات اللي بتوصل او اللي بتخرج من الشمس، في انواع اخرى لما جينا درسنا طبيعه الاشعاعات دي بالتفصيل لقينا انواع مختلفه متعدده غير الضوء والحراره. فمين برضو المسؤول عن اجابه سؤال زي ده؟ هي الشمس بتتكون من ايه؟ الاشعاعات اللي بتطلع لنا ايه طبيعتها وايه انواعها؟ فده برضو متخصص في علم الفيزياء. فبالتالي هو علم ممكن نقول كده مره ثانيه بيهتم بدراسه الظواهر الطبيعيه. طب هل هو ده اللي بيعمله علم الفيزياء بس؟ لا، يعني في برضو حاجه ثانيه مهمه قوي بيعملها علم الفيزياء، هو بيهتم بدراسه طبيعه الماده. وهنا برضو حابين نوضح مثلا الفرق بين علم الفيزياء وعلم مثلا زي الكيمياء، لان احنا بعد كده برضو ان شاء الله هنشوف ايه الترابط اللي بين العلوم مثال بسيط، لو انا مثلا معايا كوره واديتها لواحد فيزيائي، هيعمل ايه او هو ايه المطلوب منه يعمله عن الكوره دي؟ الكوره دي مثلا من ضمن الحاجات اللي بتعملها ان هي بتتحرك، حد شاطها مثلا فمشي. فالفيزيائي مثلا ممكن يهتم بحساب السرعه اللي ماشيه بيها الكوره، او المسافه اللي قطعتها الكوره في وقت معين، او قيمه القوه
اللي اتأثّرت بيها الكورة عشان تتحرّك وتمشي مسافة معيّنة. فدي كلّها حسابات أو قوانين بنستنتجها عشان نحسب حاجات زي كده. طب مثلًا واحد كيميائي بيهتم بإيه مثلًا بالكورة؟ لأ، الكيميا دايمًا بنقول مثلًا إن هي بتهتم بدراسة برضه طبيعة المادة، بس تكوين المادة، اللي هو مثلًا الكورة دي طيب الجلد بتاعها بيتكوّن من إيه؟ إيه المواد أو العناصر اللي داخلة في صناعة الكورة وإزاي اتحدت مع بعض عشان تكوّن حاجة زي مادة الكورة، دي دايمًا بتهتم بيها أو بيهتم بيها علم الكيميا. ففي البداية بس الطالب مهم جدًا يبقى عارف لو هو مثلًا لسه حديث العهد بمادة الفيزيا، هي الفيزيا بتتكلم عن إيه، وبرضه في مواضيع أخرى طبعًا بس عشان مش عايزين نطيل في الكلام في الموضوع دوّة. بالنسبة لسؤال حضرتك اللي هو متعلق ب طبيعة أو إزاي الطالب يفهم الفيزيا كويس، وحتى لو في مواضيع صعبة شوية إزاي الطالب يقدر يستوعبها. طبعًا هنا الموضوع بسيط، هو الطالب محتاج إن هو يفهم الموضوع ده وتفاصيله. يعني دايمًا حتى بنقول للطلبة بتوعنا كده حاول على قد ما تقدر تهتم بالتفاصيل، كل ما تفهم التفاصيل أكتر وكل ما تفهم الحاجة كويس جدًا، هتلاقي الحاجة اتحولت من حاجة صعبة لحاجة سهلة. يعني حتى دايمًا بنقول حتة الفهم دي بالذات وإن أنت تتعب نفسك شوية عشان تفهم الموضوع كويس، آآ دي الحاجة اللي بتخلّي الموضوع سهل بالنسبة لك. يعني مثلًا الحاجة ممكن تبقى بطبيعتها سهلة، لكن لو الطالب مش فاهمها كويس هتبقى صعبة جدًا عليه، برغم إن هي سهلة مش صعبة. والعكس برضه، الحاجة ممكن تبقى هي فعلًا بطبيعتها صعبة، محتاجة تركيز ومحتاجة تشغيل مُخ شوية، بس ما دام اتفهمت هتتحول من حاجة صعبة لحاجة سهلة. فدايمًا الطالب محتاج يبذل مجهود شوية في فهم المعلومة، لإن طبعًا يعني ناس كتير مثلًا بالذات لو قُلنا فترة الامتحانات ممكن نقول كده بالبلدي بتكروت في المذاكرة، اللي هو بس معلومة كده بيقراها بسرعة عشان يخش يمتحن وخلاص، ما بيبقاش عنده عمق في فهم المعلومة، وده اللي بيسبب طبعًا حتى مشكلة بعد كده، إن الحاجة دي بتتنسي بسرعة لإنها طبعًا ما اتفهمتش كويس. تمام. آآ وكمان طبعًا بيواجه صعوبة في مذاكرتها كمان حتى، يعني الحاجة بتبقى مذاكرتها صعبة ما دام مش مفهومة كويس، يعني حتى ممكن لو هو بيكروت في المذاكرة لأ، الموضوع ده برضه مش هيطلع منه باستفادة كبيرة. تمام، لإنه مش فاهم الحاجة كويس. بس، فده اللي متعلق بعلم الفيزيا ويعني والنقطة المتعلقة بعلم الفيزيا نفسه، ويعني إيه علم الفيزيا أصلًا وإيه اللي بندرسه. ده سؤال. أكمل والّا حضرتك حابة تسألي أسئلة تانية؟ تمام. من وجهة نظر حضرتك، لو طالب عايز يحسن مهاراتها في حل مسائل الفيزياء، ايه الخطوات اللي ممكن يمشي عليها عشان يبقى كويس في حل المسائل وكده؟ طبعًا الفيزيا في بينها ارتباط كبير مع الرياضيات. يعني حتى دايمًا بنقول كده الطالب الشاطر في الرياضة سهل جدًا يبقى شاطر في الفيزيا، أو اللي بيحب الرياضيات ممكن تلقائيًا تلاقيه بيحب الفيزيا بنسبة كبيرة يعني. لإن طبعًا الفيزيا من ضمن المواضيع بتاعتنا إحنا حتى وفي كلامنا الأولاني قُلنا إن هي فيها قوانين. أساس الفيزيا أصلًا قوانين، واللي حتى بنفسّر بيه أي ظاهرة تقريبًا في حياتنا بتبقى عن طريق دايمًا قوانين رياضية. وطبعًا كون اللي فيه قانون يبقى فيه مسائل، وما دام في مسائل يبقى أنت لازم تكون محتاج مهارات في الرياضة عشان تقدر تتعامل مع المسائل بسهولة. فده دايمًا السبب الأساسي، يعني حتى في مشكلة دايمًا عند مثلًا بعض الطلبة في الفيزيا إن هي بالذات اللي هي بيبقوا علم علوم، بيبقوا هم أصلًا داخلين علم علوم عشان يبقوا هربانين من الرياضة، فبيفاجئوا مع الأسف بمادة الفيزيا لإن هي مقررة في علم علوم. تمام، إن هي طبعًا وأنت بتحل في الفيزيا طبعًا معظم أصلًا الفيزيا مش معظم يعني نسبة كبيرة من أسئلة الفيزيا بتبقى عبارة عن مسائل بتطبّق فيها القوانين. طبعًا دي بتبقى محتاجة منك مهارات رياضية، فبالتالي نصيحة بس للطلبة إن أنت عشان تبقى كويس جدًا في الفيزيا حاول تبقى كويس جدًا في الرياضة. مش كويس بقى اللي هو الرياضة اللي هي المواضيع الرياضية العميقة أوي اللي بتاخدها في تانية أو في تالتة ثانوي، لأ، يعني في كده حاجات رياضية في الأساسيات أخدتها حتى في ابتدائي وفي إعدادي، مطلوب منك بس إن أنت تكون متذكرها كويس وفاكرها عشان تتعامل بسهولة مع مادة الفيزياء. اتفضل. تمام. طيب، ايه الأخطاء الشائعة اللي ممكن تنصح بيها الطلاب إن هم يتجنبوها في دراسة الفيزياء عموما عشان تبقى لهم أسهل؟ يمكن إحنا تطرقنا للنقطة ديّة في بداية كلامنا اللي هي المذاكرة بدون فهم. دايمًا حتى بنقول للطلبة بتوعنا كده في شعار أو في كلمة بسيطة لو أنت طبّقتها هترتاح جدًا وأنت بتذاكر مادة الفيزياء. افهم ترتاح. يعني الإنسان في مذاكرة يمكن أي مادة علمية يمكن الكلام ده كلام عام.
لو هو حريص على انه يفهم المعلومه كويس، وان هو يسال اسئله كتير، وطبعا مش يسال بس، يسال ويقدر يجاوب كمان على الاسئله ديت بمساعده طبعا مثلا زميل ليه، ومساعده اكيد المدرس بتاعه. فلو هو بحث في ده كويس ويجاوب على الاسئله اللي مثلا ممكن تخطر على باله اثناء المذاكره، مش اصلا ممكن السؤال مثلا يعدي عليه وخلاص، طب هكمل مذاكره ومش مشكله، مش لازم اجاوب على السؤال، انا عايز بس اخلص بسرعه وانجز عشان اخلص اللي عليا. لكن الطالب لو فعلا ذاكر بعمق وحاول ان هو يفهم كل التفاصيل ويجاوب على كل الاسئله اللي بتطرح نفسها وهو بيذاكر، فبالتالي فهم اكتر او بنسبه كبيره اي حاجه بيذاكرها، هيرتاح جدا جدا، وهيلاقي حتى المعلومه ثبتت في مخه وما اتنستش. يعني طبعا ممكن من اكثر المشاكل اللي بيواجهها الطلبه هي النسيان، ان انا ممكن حتى بعد ما اذاكر واقعد حتى مش في وقت بسيط، اقعد ساعات، الاقي نفسي بعد ما قمت وبعدها ممكن بيوم او اتنين نسيت اللي انا ذاكرته. ايه السبب؟ لان انا ما ذاكرتش بفهم، انا كروت في المذاكره، اللي هو اكني قضيت الواجب اللي عليا، بس المعلومه ما ثبتتش. دي الفكره، ان انت ما اعتمدتش في مذاكرتك على انك تفهم الموضوع كويس اللي انت بتذاكره، وده طبعا بيبقى عايز مجهود وعايز تركيز وعايز وقت عشان تعمل كل دوت. فالطالب طبعا يعني بننصحه ان انت ما تكسلش في الحته ديت، وحاول لا تكون عندك عزيمه ان انت تذاكر او ان انت تفهم كويس كل المواضيع اللي انت بتذاكرها بنسبه كبيره. تمام. طيب إزاي ممكن أربط بين الفيزياء والمواد التانية زي الكيمياء والرياضيات؟ جميل جدا. برضو من ضمن يمكن الحاجات اللي انا بعتبرها بصراحه مشكله بالذات الدراسه في المرحله الثانويه، ان العلوم المختلفه بتنفصل عن بعض في الثانوي. يعني مثلا انت لما بتخش ثانوي معروف بيبقى في ماده اسمها فيزياء، ماده اسمها كيمياء، ماده اسمها احياء، ماده اسمها رياضيات. المفروض ان في الحقيقه المواد دي مرتبطه ببعض جدا، وفي ترابطات، وفي دروس ممكن من ماده الفيزياء تحتاجها وانت مثلا بتدرس الاحياء او بتدرس المواد الاخرى. فطبعا مشكله الطالب ان هو لما بيلاقي الانفصال دوت بيفتكر ان دي كل ماده لوحدها وما لهاش علاقه بالمواد الاخرى. يعني مثلا ممكن نضرب مثال، طبعا في حاجه كده كده واضحه اللي هي علاقه الفيزياء بالرياضيات، لانها زي ما قلنا ان الفيزياء اصلا غالبيتها عباره عن قوانين رياضيه، فطبيعي زي ما قلنا من شويه انت بتحتاج الرياضه جدا والقواعد والاساسيات اللي خدتها في ماده الرياضه عشان انت كده كده بتطبقها في حل مسائل الفيزياء. لكن بنشوف كمان ارتباط ما بين الفيزياء والاحياء، ما بين الفيزياء والكيمياء. ممكن حتى نضرب مثال على دوت، انا يمكن لسه مكتشف ده من ايام قليله. ان احنا مثلا في ماده الفيزياء في المرحله الثانويه وثالثه ثانوي بالتحديد بناخد باب اسمه باب الفيزياء الكهربيه. في يمكن دايره كهربيه، الدايره دي لها اشاره، السلوك بتاعها يشبه سلوك اشاره كهربيه موجوده في جسم الانسان. طبعا اشاره كهربيه في جسم الانسان يبقى احنا كده بنتكلم عن علم الاحياء، لدرجه ان هم مثلا علماء الاحياء عشان يدرسوا خصائص الاشاره ديت ويعرفوا كل حاجه عنها بيروحوا للقوانين بتاعه الفيزياء بتاعه الدائره الكهربيه ديت اللي بتتكلم عن الاشاره الكهربيه دي. فبالتالي انا اقدر بالتالي في علم الاحياء استعين بعلم الفيزياء عشان اعرف عن علم الاحياء معلومه من علم الفيزياء. دي الفكره، ان انت لا يعني كل يمكن حاجه، يعني رغم ان احنا استشهدنا بقانون رياضي وبعض الناس ممكن تفتكر ان القانون الرياضي دوت ملوش اي علاقه بعلم الاحياء وما بيداخل جسم الانسان، لكن بالعكس اكتشف ان لا، ان في قانون رياضي في علم الفيزياء الشكل بتاعه بيديني معلومات بتشبه حاجه موجوده في جسم الانسان علماء الاحياء بيدرسوها. بس طبعا في الحقيقه فعلا حتى لو انت ممكن في مرحله ما في حياتك بتاخد علوم منفصله عن بعض، لكن برضه خليك فاهم من جواك ان لا، في الحقيقه العلوم ديت مترابطه جدا، ممكن حاجه من علم ما تحتاجها فعلا في علم اخر. تمام. طيب من وجهة نظر حضرتك، إزاي ممكن أربط بين الفيزياء وبين التطورات الحديثة اللي شغالة في علم التكنولوجيا أو في مجال التكنولوجيا عموما؟ ده طبعا حاجه برضه من ضمن اختصاصات علم الفيزياء، ان الثوره الالكترونيه تمام اللي دخلت حياتنا من تقريبا منتصف القرن الماضي، طبعا كان علماء الفيزياء هم اللي ليهم الفضل فيها. يعني مثلا برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملها علم الفيزياء ان هو بيهتم بدراسه طبيعه الماده. يعني مثلا ممكن نقول ان مع اكتشاف الخصائص الصغيره جدا اللي موجوده في الماده، يعني مثلا ممكن كان قبل القرن العشرين كانت الفيزياء بنسميها الفيزياء الكلاسيكيه، اللي هو زي ما قلنا مثلا من شويه في جسم بيتحرك زي الكوره او زي العربيه،
فالجسم ده طب عايزين نقيس سرعته، عايزين نعرف مشي مسافه قد ايه. دي كلها حاجات ترى بالعين المجرده. لما بدأ العلماء يكتشفوا طبيعه الماده، وان الماده مثلا زي ما طبعا الطلبه بتاعتنا درست اكيد قبل كده في العلوم، جواها فيها حاجه اسمها ذرات، والذرات دي كمان جواها في جسيمات صغيره اسمها الكترونات، والتفاصيل دي كلها. بقى في عندنا علم تطور مع الوقت اسمه علم الالكترونيات، او حتى بنسميه مثلا حاليا الاجهزه الالكترونيه، زي اللابتوب زي الموبايل وحاجات كتيره طبعا. اصلا المسمى ده جه منين؟ جه من دراسه سلوك الالكترونات اللي جوه ذرات الماده. طبعا دي كلها حاجات لا ترى بالعين المجرده، بس طبعا بالتجارب العمليه اكتشفنا الكلام ده. لما بدانا ندرس، او بدا العلماء يدرسوا السلوك بتاع الجسيمات ديت، بقى في عندنا علم في حياتنا اسمه علم الالكترونيات، وطبعا علم مهم جدا جدا. ومع تطوره طبعا بقى في تطبيقات كثيره في حياتنا، اشهرها مثلا اجهزه الكمبيوتر والموبايل واللابتوب، والتطبيقات طبعا اللي احنا دلوقتي مثلا حتى بنتكلم فيها مع بعض، وكل التطبيقات المختلفه كلها مبنيه على دراسه العلم ده. فدايما برضو طالب الفيزياء لو راح تخصص في علم زي كده هيفهم كل الاجهزه الالكترونيه، لان طبعا علم الالكترونيه ده حتى بقى داخل في كل الاجهزه في حياتنا، بقى داخل حتى في الاجهزه المنزليه. يعني ممكن تلاقي المروحه في تصنيعها، او الثلاجه او الغساله بقى داخل في صناعتها برضو العلم دوت، هو بيستفاد منه في التطبيقات دي. فبالتالي يعني الفيزياء فعلا ممكن نقول كده في الاخر ان هي مرتبطه ارتباط شديد بعلم الاجهزه الالكترونيه اللي موجوده في حياتنا حاليا، والقوانين برضو الفيزيائيه اللي موجوده في المجال دوت متعلقه بعلم الفيزياء ودراسه علم الفيزياء. بس طبعا دي بتبقى مرحله متقدمه، يعني الطالب دايما في الثانوي في البدايه بيدرس الاساسيات اللي تاهله لدراسه النوع دوت، لان طبعا ممكن نعتبره من النوع اللي عايز فهم شويه وعايز تركيز عشان يستوعب الاساسيات بتاعته، انها اساسيات معقده، وكمان مشكلتها ان انت بتتعامل مع حاجات لا ترى بالعين المجرده. ودايما بتبقى حتى الحاجه دي اللي ما بتتشافش قدامك بيبقى صعب عليك فهمها. دايما الانسان يستوعب ويدرك الحاجه اللي هو شايفها خلاص واضحه قدامه فبيقتنع بيها، لكن دايما الحاجات بقى اللي هي لا ترى بالعين المجرده وبيبقى عايزين نقنع طالب بيها وبخصائصها وكده، بتبقى طبعا فيها صعوبه شويه ومحتاجه منك تخيل وفهم عميق شويه. تمام. لو شخص متردد إن هو يدخل مجال الفيزياء، يعني يشتغل فيه عموما في المستقبل، إيه المجالات اللي ممكن تبقى مفتوحة له في المجال ده كشغل في المستقبل؟ حضرتك قصدك مجالات اخرى غير الفيزياء، ولا بتتكلم عن آه، مجال الفيزياء؟ يعني المجالات اللي ممكن يشتغل فيها في يعني في التخصص نفسه. طبعا يعني احنا اتكلمنا طبعا عن حاجات كتير بيتكلم عنها علم الفيزياء. يعني مثلا زي ما قلنا دلوقتي في علم الالكترونيات، طبعا لو انت هتخش في مجال الفيزياء فيفضل ان انت تواكب التطور اللي موجود حاليا. فبالتالي طبعا هو افضل مجال في علم الفيزياء هو اللي احنا لسه متكلمين عنه دلوقتي، اللي هو مجال الالكترونيات. او هو حتى برضه داخل معاه مجال البرمجه، اللي هو برضه منتشر جدا ومهم جدا ومحتاجينه جدا في وقتنا الحالي. في طبعا زي ما قلنا مجالات يعني يعتبر قديمه شويه. يعني مثلا ممكن مجال عمل الاجهزه المنزليه، بس ده يعتبر مجال منتشر وسهل ومعروف، ما فيهوش تطور قوي او ما فيهوش تجديد قوي. لكن يمكن الحاجه فعلا اللي موجوده في حياتنا وما زالت حتى وقتنا هذا في تطور مستمر، وفي دايما كل يوم بنشوف فيها حاجه جديده. مثلا في وقتنا الحالي بقى في حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي، ده برضو تطور في مجال علم الالكترونيات والبرمجه. فدايما بصراحه العلم ده بالذات علم الالكترونيات والبرمجه هو العلم اللي حاليا فيه تطور مستمر، وبالتالي اي حد اعتقد ان هو ممكن يخش المجال دوت ممكن بالتالي يقدر يضيف ليه ويطور منه اكتر واكتر باذن الله. فعلم الالكترونيات طبعا هو افضل يمكن العلوم الفيزيائيه اللي في وقتنا الحالي بالذات مطلوبه جدا ومحتاجينها كتير جدا. تمام، إن شاء الله ده آخر سؤال معانا. كنا عايزين حضرتك تدينا نصايح للطلاب اللي داخلين تالتة ثانوي وخايفين من الفيزياء عموما، وللطلاب اللي هم إن شاء الله بعد تالتة ثانوي ناويين إن هم يتخصصوا في مجال الفيزياء وتبقى دراستهم عموما. طيب لو انت بالتحديد في ثالثه ثانوي مش في المرحله الجامعيه، لان بصراحه ممكن الموضوع طبعا يختلف. انت وانت في ثالثه بيبقى عليك طبعا ضغوط شويه انك عايز تجيب مجموع كبير، غير المرحله الجامعيه مثلا اللي هي بيبقى فيها الامور هاديه اكتر وعندك وقت ان انت تطلع اكتر وتعمل حاجات ثانيه يعني غير المذاكره.
لكن انت في ثالثه طبعا ده تقريبا مفيش اي وقت انك تعمل اي حاجه تانية غير ان انت تذاكر. فنصيحتي كمذاكره بصراحه انك على قد ما تقدر تحل كتير. يمكن دي حاجه مش عايز اقول متناقضه قوي مع فهمك للفيزياء، بس هي يمكن الحاجه المطلوبه. خلينا نكون صراحه بصراحه، ان انت ممكن تبقى في معلومه مثلا في ماده الفيزياء انت وانت بتذاكرها ما استوعبتهاش قوي، تمام، بس ممكن تستوعبها اكتر اثناء الحل. يعني دايما الحل هو اللي بيكمل المذاكره. بالاضافه طبعا ان الامتحان كده كده اخر السنه في اي ماده بيبقى عباره عن اسئله وانت بتحلها، فانت لازم تتمرن كويس جدا على حل الاسئله. يعني مع الاسف في مشكله ممكن بتواجه بعض الناس، انا ممكن اذاكر الدرس وانا حتى بذاكر احس ان انا فاهم كويس جدا ومفيش اي مشكله في فهم الدرس، بس مع الاسف ما اعرفش احل. ليه؟ ما انت ما جربتش تحل، انت ذاكرت بس ما جربتش تحل عشان تعرف انت ايدك ماشيه في الحل ولا لا. فضروري جدا انك حتى وانت مثلا قاعد بتذاكر ماده معينه انك تقسم الوقت. وقت يبقى للمذاكره ووقت اخر يبقى للحل. ما ينفعش ابدا مثلا الوقت كله يبقى مذاكره فقط وخلاص، بعد المذاكره انا تعبت فهقوم ومش هبدا ومش هطبق بقى على اللي انا ذاكرته. لا، مشكله كبيره. حتى لو انت مثلا هتذاكر نص ساعه، خلي النص ساعه ديت مثلا ربع ساعه مذاكره وربع ساعه حل. يعني لازم حتى تعمل حاجه زي كده، لان الحل بالذات في الطلبه طلبه الثانويه العامه مهم جدا جدا، ولازم على قد ما تقدر تحل كذا حاجه وتحل حتى من مصادر مختلفه. يعني لو عرفت مثلا تجيب خارجي بجانب مثلا ملزمه المدرس، تحل هنا وتحل هنا، يبقى في وقت لو ده يبقى افضل جدا جدا. دايما الحل هو الحاجه اللي هترفع مستواك حتى لو المذاكره نص نص. الحل الكتير هو اللي هيبقى مفيد جدا جدا ليك. بس طبعا بعد المذاكره يعني مش هينفع طبعا تذاكر قصدي تحل من غير ما تذاكر. بس عايز اقول لك يعني انت تركز جدا على قد ما تقدر على الحل الكتير. انت بقى لو انت في الجامعه متخصص في علم الفيزياء، ف هنا الفكره بقى ان انت حاول تطور نفسك، يعني ما تلتزمش بالمنهج الدراسي فقط وتفتكر ان هو ده بالتالي اللي هيأهلك لمجالات العمل. لا بالعكس، عشان نكون صراحه، اللي هيأهلك دايما لمجالات العمل هو تطويرك لذاتك عن طريق المصادر الخارجيه بره الحياه الجامعيه. ان انت مثلا تاخد كورسات، ان انت تسمع دروس على اليوتيوب مثلا او اي مصدر اخر، بحيث تزود معلوماتك. لان كل ما يكون عندك معلومات اكتر وعندك خبره اكتر في الدراسه وكده، كل ده ما ده هيأهلك تمام ويحسن مستواك في مرحله الشغل بعد كده ان شاء الله بعد ما تخلص الجامعه. فدي نصيحتي برضه للطلبه الجامعيه، ان انت مش بس تلتزم بالمنهج الدراسي اللي هتاخده في الجامعه بس، لا لازم تدور على الدنيا بره ماشيه ازاي وكده يعني. بس طيب احنا كده خلصنا، وطبعا احنا اتشرفنا بيك جدا. شكرا ان انت خصصت وقت تسجل معانا التيم خطوة، وانا كنانسي الحلقة فادتني جدا، وان شاء الله تفيد الجمهور بتاعنا، وشكرا لك جدا. العفو، شكرا جدا. شكرا. السلام عليكم. أنا كنت حابب أشكر الأستاذ أحمد عباس جدا جدا جدا، لأن يعني مع تواضع شخصية الأستاذ أحمد عباس، فهو رجل ذو قيمة عالية جدا وذو علم ما شاء الله. لكن يعني سبحان الله، أعلم الخلق يعني أكثرهم تواضعا. شكرا. ربنا يا رب إن شاء الله ينفع بيك، وأتمنى يعني بإذن الله يكون كل ده في ميزان حسناتك، ويبقى علم نافع فيما بعد للناس، ويعني يكون كده ذخر ليك يوم القيامة. الله يحفظك، جزاك الله كل خير. شكرا جدا. شكرا جدا. اتفضل. السلام عليكم. مع السلامة.